السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مش هنكون حلقات بسيطه جدا بحبكم كلكم ودمتم في رعايه الله وحفظه. انا امبارح كنت في البلد وعندنا وكده، ونزلت اشتريت شويه مشتريات ليا للبيت وكده. المشتريات دي انا جبتها، اللي انا محتاجاها بجيبه لما بنزل البلد، كام حاجه كده. نقول بسم الله. وجبت دي فاتوره طبعا، محل اسمه محلات الدوليه، انا بحب اجيب الحاجه من عنده قوي. طقم الفوط، اللي مش الفوق اللي هو السبونج وكده. بصوا بقى، ده جديد تقريبا، انا كنت شايفاه قبل كده عندهم. اللي هي القشره الناعمه، هوريلكم حاجه. القشره الناعمه اللي هي ناعمه، يعني السبونج ناعم مش خشن. بس لقيت ده خشن نوع كده، مش عارفه ده يعني حلو ولا لا، لسه هستخدمه. بس انا حبيت اجيبه بدل الناعم. ليه؟ لانك تبقي عايزه تعملي حاجه برضو تكون خشنه شويه معاكي. انا جبت الاشكال دي شكل ودي شكل، والاتنين نفس الثمن. يعني اللي انا خلاني استغربت ان الاتنين نفس الثمن. هو ميد ان شين، صنع في الصين كده. يعني جبت اللون، هي فيها اللونين دول. شوف بقى، نطلع واحدة وكده ونعين الباقي ده للتفال. وجبت تاني مضرب، ده بدل ما عندي اللي عندي باظ. ده كان الطقم ده بالسبونشات ب37. طقم ليفة ب37 جنيه ونص. المضرب ده الستانلس ده ب17 جنيه ونص. وجبت كمان شوكولاتة، اللي بتاع الشوكولاتة اللي تحطيها السيليكون دي، تحطي فيها الشوكولاتة وتطلعلك. دي كانت عاملة 17 ونص، دي عاملة زي البجع كده. انا جبتها في ما كانش في منها غير ده، وبتاع بابا نويل. فجبته، ينفعني برضو لو كده استخدم لاولادي وكده حاجات بقى واشكال وكده. الشوكولاته بتاع الشوكولاته. وجبت كمان الطقم ده، في ناس كتير قوي بتستخدمه. عندي عشان جوه بره. في ناس كتير بتستخدمه، وكان عاجبني ان انا اجيبه. كل ما بلاقي معايا فلوس يعني مش فلوس متوفره وكده، وان انا اجيب لهم، لان كل حاجه اولى من شيء. انا عندي التانية اللي دايما بتشوفوها معايا، وجبت دول. دي الواحدة. ايه ده؟ تصدق ان هما 3؟ لا، ده 4. انا كنت مفكرة انها والله العظيم اتفاجئت خالص انها 4. انا كنت مفكرة ان هي ان هي واحدة بس. طقم قطاع دي ب33، عشان كده غالية. انا بحسبها ده ب33 جنيه ونص ال4. ده تقريبا بتشيليها لو هتعلقيها. في منها اللي هو الكحلي والاصفر والاورنج والليموني. لا بس بجد والله انا استغربت، انا بحسبها 3 بس. يلا نشوف بقى هنعمل اكل ايه النهارده مع بعض. دي الحاجات اللي انا جبتها، يلا خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. معايا هنا البصل، انا حطيته على النار عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. انا عامله رز صياديه ووريكم التركه بتاعتي فيه. ده البصل بيتشوح مع سمنه وشويه زيت. ومعايا الرز متصفي. هنشوف بقى التركايه الظريفه اللطيفه اللي انا هعملها معاكم. وهعمل النهارده سمك رنجه. انا كنت موريه لكم قبل كده لما انا جيت، في مره قليته ومره قليته بسم الله الرحمن الرحيم. مره قليته بالسمنه، والله العظيم ما كانش عندي زيت خالص. خلاص بقى نشوف هنكمل مع بعض لما بس يدي لون. دي كده خد البصل، خد معاكي لون اهو. هتقومي جايبه ميه وتقومي حطها على الرز، على البصل.
الميه تغلي، ملح بقى وكمون وفلفل اسمر وملح وبس والله، وتمام كده زي ست الكل يغلي. وبعد ما يغلي يا ست الكل تقومي بسم الله الرحمن الرحيم احطله الرز، وكده رز الصياديه معاكي خلص. الرز الصياديه كده خلص. هوريكم برضو ان شاء الله لما الرز يتعمل لما الميه تغلي. الميه اهي بدات تغلي معايا، وتنزلي بقى الرز بتاعك بالمعلقه كده، رز مغسول ومتصفي. اهو تخلي الرز بتاعك يطلع غامق من غير ما تحطي صلصه، من غير ما تحطي حاجه اهو. وتقليبه بقى، الملح مظبوط اهو. وخلاص كده بغطي بقى ونكمل وهدي النار. سمك الرنجة اهو حطيته على الطاسه بتاعتي يتعمل، وبعد ما يتعمل بقى نقلبه ونشوف هيبقى عامل ازاي. دي الصينيه بتاعتي حطيت فيها سمك الرنجة اهو. تعالوا بقى نعمل السلطه مع بعض. السمك انا ما عملتوش، انا عملته قبل كده، وانا مش حابه بس يعني الفيديوهات تبقى متكرره كتير بنفس الروتين. انا يوميا ما عملتش الرز معاكم، وعشان كده عملته الرز المره دي تغيير اكل. انا امبارح كنت عامله محشي، واول كنت عامله يعني كل يوم اكل، وكل يوم بتحتاري في الاكل. وده الرز بتاعنا اهو. بصوا بدا يشرب ازاي. تقليبه كمان، انا ما قلبتوش من ساعه ما اكلت اهو اهو. يلا بقى نشوف. ودي السلطه بتاعتي البلانش هجيبها واقوم ماسكه ده عود خس كده خس. هعلي كده عشان ايه تشوفوا بالظبط، لان ايه انا حاسه ان انتم ممكن تكونوا مش شايفين اي حاجه في اي حاجه، وتقولي يا ستي دي بتعمل ايه وانتم مش شايفين. الخس، واقوم جايبه بقى الفلفل. انا السلطه بتاعتي خضار وخس وطماطم ليمون خيار فلفل. ودي السلطه بتاعتي النهارده. الكابوتشا خلصت من عندي، وكل يوم انا بقى مش عاوز الفيديو يطول عليكم، فانا هقطع السلطه واوريها لكم واخلصها، وبعد كده اوريكم الاكل ان شاء الله. ايه رايكم بقى في شكل الاكل بتاعي النهارده؟ سلطه، رز صياديه، سمك رنجه. الحمد لله كده الوجبه بتاعتنا اوكي الحمد لله. وحشه بامانه وحشه. شفتوا طبق الرز عامل ازاي؟ يستاهل بقكم. طيب بقى نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. ده المصحف يا جماعه، ابني خلاه محطوط وكسر البتاع دي بتاعته. طبعا اللي تشوفها كده تقولك خلاص ما عادش ليها حل، حاجتي باظت. عندها حق، حاجتها باظت. هي حاجتها ما باظتش من شويه. ده احنا معانا فران والله العظيم يا جماعه، والله العظيم فران. انا هجيب شمعه، الشمع وهي دي الظهر بتاعها، وهسخنها على النار وارجع. واديني يا حبيبي اهو. هجيب بقى الشمعه واحاول ايه اهو. ما تخليهاش تيجي على ايدك زي ما جت على ايديا واتلسعتني. ثواني. الخبر التاني اللي جالي ان بنتي نزلت كسرت الشوكه. ده الخبر التاني يعني. كل حاجه ما شاء الله في يوم ايه، في يوم واحد. هحاول ادوق ايه كده، مش عارفه هتركب. انت اهي. ونشوف ايه الحل بقى في البتاع
البتاعة التانية اللي اتكسرت دي اهي. حين ماما. وبعدين صلحت المصحف، حطه في جنب. والله انا مش عارفه انا هلاقيها منين ولا منين يا رب. ورجعت لكم تاني. انا هحاول اجيب صبع الشمع واصلحها، بس يمكن ما يبقاش ليها حل، بس هنحاول بقى. دي الحته اللي بتخش، وهجيب دي كده، وبعد كده اعكسها كده وادخلها هنا كده عشان برضه متبقاش ايه باينه اوي، واسيبها كده بقى. واجي هنا واعمل دي كده. هنحاول بقى يبقى لها حل كده كده، واجيب دي كده كده. بس اول ما يجي عليها ميه اكيد يعني هتسيح كده. بس برضو باينه يعني، مش باينه، هي باينه، بس يعني احنا بنحاول نعالج الايه الموقف. مستنيه كده دقيقه اشوف. وده كده المصحف. بتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده، ويكون فيه افكار كويسه وحاجه تصلح الحال وكده. وده الشمع ده برضو مهم جدا في البيت، تجيبيه دايما. احتاجتي تعملي حاجه هتعمليها، احتاجتي تصلحي حاجه هتصلحيها. والله دي ما كنت اعرف انها ممكن تبوظ، يعني انها احمد ابني هيبوظها. لا هي لا هي معايا كده وكويس برضو ان انتوا معايا على الفيديو كده. انا كنت ناوي اعمل ده بس، ودينا الحمد لله صلحناه اهو. اهو ده مصحف بيتفتح كده. نسيت والله بيتفتح ازاي كده. الشمعة دي كانت لزقت شوية كده كده، وبيطلع في مصحف وتقرأي فيه. تاخدي معاكي جامع مصحف صغير بالعلامة بتاعته، بتجيبي كده وتحطيه في المصحف، وبعد كده تقومي عاملة ده وتقومي عاملة ده، وبيطلع. يعني هو شكل الديكور بتاعه ده، عشان كده زعلت اوي لما باظ، بس قلت ان شاء الله كل حاجة وليها حل، لان احنا معانا اطفال. ودي كده المعلقة. بتمنى الفيديو يكون بتاعي عجبكم، واستودعكم الله، مع الف سلامة.